العصفورة قالت لي انك اشتغلت عامل نقاشة، كنت بتتعرض لخطر الوقوع على سقالات العمارات اكتر من مرة. كنا في الثانوية كنت دايما بشتغل ما بين الاجازات، بنشتغل على واجهة الدور ال17 بتاعت عمارة على سقالة كده. فجأة اللي قصادي ضخم وانا نحيف المسألة، فهو بيطلع بسرعة وانا بطلع ببطء، فابتدت السقالة تعمل كده ومعانا الجازيلا بتاعت الدهانات وانا في الدور ال17 ابص تحت ففي حديد، كان في عمارة بيعملوها وانا نظر ضعيف اصلا، ضغط والناس باينين كده وانا بشد كده، فابتدى السقالة نزلت ب5 سم كده. بص قلبي وقع. من يوميها بقى يا دكتور والله العظيم 3 استنى لا لا لا، قمت نازل وقلبي ايه عمال يعمل كده وشعري طقطق ابيض، انا بصبغ شعري من ثانويه عامه بسبب النقاشه، وياما اتكهربت يعني. فاشتغل بقى في السكينه بتاعت المعجون، يعني ابقى جوه عشان نظري ضعيف في سلوك طالع فاقوم لامس فتلاقي الدنيا كهربت. اكتشفت انه مساعد مخرج حلو قوي. عصفورة قالت لي انك انت اشتغلت ملقن في المسرح. اشتغلت فتره ملقن في مسرحيه اسمها حلاق بغداد، لغايه لما يعني في ناس ناسيين فهم قايل لهم كل حاجه وانا مخلص قوي، فهم يقولوا لي لا احنا ادينا بس هنت وخلاص يعني، فقالوا لي لا ده ما يشتغلش، ده ما يقفش هنا يطلع على تنفيذ اضاءه ومنفذ اضاءه ونظر ضعيف. كملت المسرحيه كلها انفذ اضاءه شغلان. فمن ضمن الحاجات اللي اشتغلتها تاجر شنطه، يعني انا اشتغلت حاجات كتير قوي، بنبيع جلاليب، بنبيع اشربات، كنت باخد الملابس دي والف بيها ابيع واخد فلوس وحاجات كده. لا اتمرمطت يعني.